صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. دلوقتي انا عندي لحمة الراس دي يا جماعة، هبدأ اعملها معاكم كده واحدة واحدة. هنحط مية بتغلي على النار، وبعدين هسقط اللحمة فيها. زي ما انتوا شايفين كده، في ناس كتير ما بتحبش لحمة الراس، هعملها لكم بطريقة حلوة ونظيفة جدا، هتحبوا تاكلوها. بعد كده اما خدت غلوة على النار هنشيلها من المية دي. هنبدأ بقى نشيلها كده، وبعدين هنرمي المية ديت هنرمي المية وهنغسل بقى الحلة كده بالطريقة دي، وهنبدأ نشوح اللحمة بالطريقة العادية خالص. بعد ما رمينا المية بتاعتها هنبدأ بقى نشوحها عادي خالص، وهنحط معاها بصلاية، طماطماية، مستكة وحبهان، ورق لورا، توابل اللحمة او اي توابل انتوا تحبوها ممكن تحطوها. طبعا انا ما حطيتش معاها اي مادة دهنية، لان طبعا هي بتبقى سمينة قوي، فيها سمين كتير يعني. فطبعا شوحتها منها فيها كده زي ما انتوا شايفين يا جماعة. وبعدين حطيت معاها مية، كده غطيتها بالمية زي ما انتوا شايفين. وبعدين هسيبها بقى تستوي، هتسيبها بقى لما تغلي كده. شايفين بقى لما غلت في ريمة هو طلع قدامكم، هبدأ ان انا هشيله على قد ما اقدر، اللي هعرف هشيله. هبدأ بقى اشيله كده اهو بالطريقة دي. اللي هعرف هشيله. تمام. بعد كده بقى طبعا هسيبها تستوي على مهلها خالص. هسيبها بقى تستوي على مهلها. ماما هسيبها بقى اغطي عليها، وهسيبها تستوي براحتها خالص. تمام كده بقى استوت زي ما انتوا شايفين اهو. هبدأ ان انا اطلعها من الشوربة. طبعا عايزين تشربوا الشوربة ديت برضو حلوة، طعمها حلو جدا. مش عايزين براحتكم، ممكن تستخدموها تعملوا بيها رقاق او بشاميل براحتكم خالص. تمام، اتعملت لحمة الراس بمنتهى السهولة والنظافة، نظيفة جدا. هتحبوا تاكلوها من نظافتها ومن جمالها يا جماعة، وبألف هنا وشفا.